اهلا الغزالات ديالي، وكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هذا النهار شنو دوزت فيه وشنو درت فيه. المهم نضت في الصباح، درت فطيري وجيت نعجن. انا درت البنات الخبز ديال الشعير. ان شاء الله درت لكم في فيديو غنشاركو معكم بوحدو. ونضت كندير هكا، نصب معكم واحد المريقه درتها بالدياله. درت الخرقوم، السكينجبير، البزار وشي شويه ديال القرفه وشي شويه ديال السمينه. مبقاش عندي السمنه البنات ناري سايله ليا السمن. نضحك معكم، مازال عندي تبارك الله. المهم صافي كيف ما كتشوفوا. المهم انا ديال النصيب ديالي ديال المريقه، انا الدياله درت دياله ديال البقري، واحد الطريف ديال الحامض كان باقي شويه مثلج، وكنبقى نقلي هادشي بشويه ديال الربيع. يوم القزبر ومعدنوس ديجا كنطحنهم، وكندير واحد البصيله حمراء مشلضه. هانتوما البنات شوفوا السماعه ما كيتحرقوش، كنقلب بيدي، كندير واحد شويه ديال الماء باش ما يتحرقش ليا. هنا البنات غندوز ندير معكم واحد الكيك، الخلطه السريه ديما الحامض مبشور والكوك وشويه ديال السكر. انا هكا باش كان الكيك كيجينا محمر وزوين. انا ضروري الحامض، كنموت على هاد الكيكه ديال الحامض، نحماق عليها. المهم كنخلط ثاني هنا كنقلي. وانا دابا غندير الكيك 6 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر ديال العنبه، قبيصه ديال الملحه، وكنطربو مزيان حتى كيطلع ليا البيض ويولي ليا بحال هكا. ضروري ما نديرو الكيك يطلع لينا البيض. كاس عامر ديال الزيت كنزيدو حتى هو بشويه بشويه بحال الخويط، وانا كنحرك. هنا شفتوا البشور ديال الحامض كندير شويه دابا، وعاد النصف الاخر كنخليه حتى من بعد، حتى كنبغي نقرب ندير الدقيق وكلشي عاد كنزيد هذاك الحامض باش كيبقى ليا النسمه ديال الحامض. صافي من بعد انا الدقيق البنات عينكم ميزانكم. 6 البيضات تقريبا دير لكم شي 3 ونص ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. شفتوا البنات عاد زدت هذاك الكميه الاخرى ديال الدقيق. الخماره دات وحده من وزن 15 غرام ونص. شفتوا البنات وغنصيص صافي بركه. صافي كنغربلو مزيان وكنخلط. البنات حاولوا تخلطوا غير بالخلاط اليدوي باش كيبقى لنا هكا داك الهواء مزيان. ومن بعد حتى كنسالي كنزيد نص كاس ديال العصير ديال الحامض. المهم كيفاش كتجي هاد الكيكه كتحمق. كنخوي لاله عليك في المول، درتهم قسمتهم على جوج وشعلت الفران 180 درجه وخليتها طيب. شوفوا البنات هنا كنت عاجنه حتى الخبز بالدقيق القمح الكامل. هنا شوفوا الخبز اللي ما جاش مفشفش بحال هكا راه ماشي خبز. هانتوما البنات صافي هنا مشيت ثاني كنروي ليا في ديك المريقه. هانتوما جات واحد المريقه على مزيناتها، والكيك حتى هو راه بدا طالع تبارك الله عليه. شوفوا جا زوين. وكنتمنى هذا الفلوق الا عجبكم وبغيتو يعني نكمل لكم في الجزء الثاني، قولوها لي. تهلاو ليا في راسكم.